هالوك، أتمنى أن تكون بخير. في هذا الفيديو سأقدم لك 5 أفلام أكشن صدرت بالسينما في الشهر الأول من هذه السنة 2023، لذا ابقى معي. Wait for the armored car to arrive. When it does, jump the back! سأبدأ القائمة بفيلم Out of Exile. الحكاية تدور حول جابي راسل، فبعد تلقي سراحه مؤخرا من السجن يجد نفسه في وضع يائس مع اقتراب مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI منه، وذلك بعد فشله في محاولة سرقة سيارة مصفحة. See that? Weapons training. Maybe motor. لكن يجب عليه إنهاء وظيفة أخيرة وسرقة كبيرة لتأمين مستقبله وضمان حريته وفرصة حياة جديدة مع ابنته التي طالما ما كان يحلم بها. Everybody get down! They ain't going down like that, son. This is my show. C1 in. You're in. The feds are onto me. It's a matter of time. نايت ترين. هولي ماكورد أم مستعدة لفعل أي شيء لحماية ابنها الصغير حتى لو كان ذلك يعني خرق القانون. مع حياة طفلها على المحك بسبب مرض خطير، تجبر هولي على نقل مخدرات في شاحنتها ذات القوة العالية والتي تسميها بالنايت ترين أو القطار الليلي. مع وجود ال FBI على دربها ومكافأة لمن يأتي برأسها، وجب على هولي استخدام كل ذكائها ومهاراتها للتغلب على ملاحقيها في سباق محفوف بالمخاطر لإنقاذ ابنها وتأمين مستقبلهما. ولكن مع ازدياد خطورة الأمور عليها أن تكافح لحماية عائلتها حتى ولو كلفها ذلك حياتها. The Price We Pay. أحداثه تبدأ بسرقة عنيفة، ثم أخذ رهينة من قبل اللصوص تدعى غريس، وذهبوا بها بحثا عن ملجأ في مزرعة نائية. You don't even know what you're dealing with. We'll find out. لكن عندما يعود مالك المزرعة يبدأ كابوس اللصوص حقا، وغريس الرهينة تشاهد كل الرعب الذي يحصل حولها بينما يواجه اللصوص مصيرا وحشيا على يد الرجل العجوز. لكن عليها أن تجد القوة والشجاعة للقتال من أجل بقائها والهروب من هذا الموقف المرعب التي وجدت نفسها فيه. The fun begins. Our flight has gone down. This is an emergency. Survive together or die alone. بليد. يواجه الطيار المخضرم برودي تورنس الاختبار النهائي عندما تتسبب ضربة صاعقة في إتلاف طائرته، مما يجبره القيام بهبوط محفوف بالمخاطر على جزيرة مزقتها الحرب. لكن البقاء على قيد الحياة هو مجرد بداية لمشاكله، خاصة عندما يتم أخذ الركاب كرهائن من قبل متمردين لا يرحمون. ومع نفاذ الوقت وجب على تورنس أن يضع ثقته في لويس غاسبر، القاتل الذي كان منقولا من ال FBI على متن الطائرة والناجي الوحيد من الحادث. معا وجب عليهم الآن التنقل في التضاريس الخطرة ومواجهة المتمردين والتغلب عليهم لإنقاذ الرهائن. We're getting off this island. ديتكتيف نايت اندبندنس. يجد المحقق جيمس نايت نفسه في وسط لعبة خطيرة عندما يتم تكليفه بشكل غير متوقع بالعمل في عيد الاستقلال، ويكتشف أن عاملا مختلا يتظاهر بأنه ضابط الشرطة يخطط لحدث كارثي، ووجب عليه الآن أن يسابق عقارب الساعة لوقف التهديد قبل فوات الأوان.
وبينما يتعمق في القضية يكشف المحقق نايت عن شبكة من الأكاذيب والفساد تدفعه في التشكيك في النظام الذي أقسم على حمايته. ومع تعرض مصير المدينة ومواطنيها للخطر وجب عليه استخدام كل مهاراته وغرائزه لإيقاف الرجل المجنون واستعادة السيطرة قبل فوات الأوان. أتمنى أن تكون قد استمتعت بهذه القائمة، وإن كان كذلك لا تنسى دعمي بالضغط على زر الإعجاب وكتابة كلمة تم أسفل الفيديو كي أشكرك بنفسي لوصولك إلى هذه المرحلة من الفيديو، فهذا يدعمني كثيرا على اليوتيوب ويدفعني لمواصلة المشوار وإمتاعك أكثر بمحتوى أكثر إثارة وثراء. شكرا لك على المشاهدة وأراك في الفيديو القادم. إلى اللقاء.